لما احنا بنتفرج على فيلم وبنقول حلو، بس انا مش فاهمه. لكن لما انت تلاقي فيديو او بوست اللي بيتكلم عن الفيلم اللي انت اتفرجت عليه، هتلاقي ان هو بيحلل عن فيلم تاني خالص، وانت مش عارف هل ده مشكلة فيك انت ولا مشكلة في الفيلم. على رأي المثل، فيلم اوبنهايمر، انت شوية وهتكسر جهازك عشان انت مش فاهم القصة اصلا. وتلاقي الدحيح عمل فيديو عن اوبنهايمر وتستغرب وتقول ده اعظم فيلم في العالم، مع انك انت ما كنتش فاهم الفيلم اصلا. ودي كام سبب تخليك مش فاهم قصة الفيلم بالنسبة لي. وأول حاجة هي ثقافة الفيلم. تخيل مثلا لو واحد أجنبي شاف مسرح مصر، لو شاف الإفيه العظيم اللي هي، وهو مش هيعرف الإفيه أكيد، فهو هيبقى شكله كده. فبرضه النكت أو الميمز بيكون حاجة مختلفة لكل الدول. أقول لك على مثال، مرة واحد منوفي جاب اتنين توأم خلوهم اتنين بعشرة. أنا آسف يا عزيزي المتابع، بس أقسم بالله ده اللي بيحصل. طب ايه السبب ان شخص اجنبي مش بيضحك على افلام مصرية؟ والسبب هي ان هو مش نفس الثقافة اللي احنا عايشين فيه. نفس الكلام بالنسبة لك، مش بس في الكوميديا، لأ، في دراميا ونفسيا وسياسيا، وبيكون في حاجة سياسي وانت تكون مش فاهمها. وتاني سبب هي الألوان. هديك مثال، فيلم الجوكر، الفيلم ده خد أوسكار بسبب التمثيل وكمان الألوان، لأن الألوان بيعرفك الشخصية ده مين. وتالت حاجة وهي الرسالة، الفيلم بيكون فيها رسالة فعلا، ولكن بشكل سينمائي جدا، وكمان المخرج بيزود حاجات من موهبته، عشان كده مش بنفهم في الرسالة. تلخيص سريع كده، 3 حاجات دول اكيد هيجوا من اي فيلم. وما تنساش تعمل لايك وفولو علشان تشوف كل جديد. وبيس.